البنت بتكون لابسة النضارة من ساعة ما اتولدت ومش بتخلعها أبدا سواء كانت في البيت أو العمل، لكن المدير بتاعها مش بيكون راضي وبيطلب منها تخلع النضارة وبيقول لها إن الزباين مش مرتاحين وبيخلع منها النضارة، وبسرعة بتغمى عينيها وبيكون السبب إنها بتشوف دخان أسود، ودي بتكون علامة إن الراجل ده هيحصل له حاجة، وبتمسك إيد الراجل وبتقول له اصبر دقيقة علشان تنقذه، لكن الراجل بيستغرب وبياخد الأكل وبيسيبها وبيجري بسرعة، وبمجرد ما بيخرج شاحنة بتخبطه، وبيكون الراجل ده لاحظ اللي حصل وبيحس بحاجة غريبة، وبترجع البيت وبتفضل تبكي لأنها ما قدرتش تحتفظ بالراجل دقيقة علشان تنقذ حياته، وبتستعد للسفر علشان تغير جو، وبتكون في الطيارة والنضارة بتقع منها على الأرض، وبتلبسها البنت الصغيرة وبتلاحظ إن في دخان أسود كتير في الطيارة، وده معناه إن هيحصل حاجة والطيارة هتتحطم، وبتصرخ وبتقول لهم أنا عايز أخرج بسرعة، وبيجيها الطيار والمضيفة وبتترجاهم إن الطيارة ما تطيرش، لكن مش بيصدقوها وبيفكروها مجنونة وبيطلعوها بره الطيارة، وبعدها بتيجي في الأخبار إن الطيارة اتحطمت وبيقبضوا عليها وبيحققوا معاها، وبتحكي لهم اللي حصل لكن محدش بيصدقها، وتاني يوم بيكتشفوا إن كان في عطل ميكانيكي في الطيارة وده سبب الحادث، وبتطلع براءة وبيستناها الراجل اللي كان في المطعم وبتركب معاه.